السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله نهار ديال سلو. غادي نشارك معكم طريقتي في الخدمه وسلو اللي كنخدم به. ولله الحمد ما محشمنيش مع كلياني. الحمد لله كنخدمو ونعاود نخدمو ونعاود، مطلوب بزاف بزاف وكيجي بنين ومعلك. كيجي خطير، يعني شي حاجه ما نقول لكمش. هو هنا غادي نخدم واحد الكونتيتي كبيره لانني عندي لي كوموند بزاف، فكنخدم هاد الكونتيتي وكنعطي لكل واحد القياس اللي باغي. غير هي مثلا الا كنتو نتوما باغيين تزيدوا كاوكاو راه تقدروا تزيدوا كاوكاو. انا سلو اللي كنخدم للكليان ومطلوب بزاف فيه الطحين محمر، الزنجلان بلدي واللوز. هادو هما ثلاثه الحوايج اللي كندير فيه. الا نتوما كنتو باغيين مثلا ديروا لراسكم اولا يخرج لكم كونتيتي كبيره تقدروا تزيدوا تدخلوا فيه كاوكاو. في صندوق الوصف البنات ديك السهم الصغير اللي كيكون حدا العنوان ديال الفيديو غتبطاو عليه. اللي ما كيعرفوا صندوق الوصف غادي تلقاو السلو بمقادير ديال كيلو كيلو كيلو. كنت حضرته العميدات وعجب بزاف ديال الناس، وغادي نحط لكم حتى في المنتدى. يعني اللي بغات القياس الصغير ديال كيلو 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 تدخل للمنتدى اولا صندوق الوصف غتلقى التفصيل الفيديو بالتفصيل الممل. لانني الصراحه البنات كنشرح الفيديو من قلبي وكنعطي بزاف ديال النصائح وبزاف ديال المعلومات، وكنعطي المقادير. شي مرات كنكتبهم في صندوق الوصف، يعني واخا كنكتب مقادير كبيره مثلا انا درت 2 كيلو تقدروا نتوما تقسموهم على 2، يعني كيلو طحين وداكشي كامل غادي ديروا نصف المقادير. كيجيوني كومونتيرات عافاك باغيين مقادير ديال كيلو اولا ديال نص كيلو. كيكون عندي الضغط ديال الخدمه وزيدها عاد كنتقاتل باش انني نصور ونمونطي الفيديو، وكنضطر انني نولي نكتب المقادير صغار في لي كومونتير. والله القسم الا كنتعذب باش غتبقاي تكتبي وصفه كامله في الكومونتير راه ماشي سهله. فاللي غادي يسولوني على مقادير صغيره راه غتلقاو في صندوق الوصف، وغادي نحط لكم الفيديو حتى في المنتدى ديال العبار صغير ديال كيلو كيلو كيلو. هنا في البدايه شفتوني عبرت 3 كيلو ونص ديال الفورس محمر. انا كنحاول ان الفورس نحمرو في الدار ما نحمروش برا، لان ديال الزنقه ما فيهش الثقه. ما نكذبش عليكم، يقدر مثلا كيتحرق من واحد الجهه وكيخلطوه مع الفورس اللي باقي ما محروقش وسلو كيجي المذاق ديالو مر. فحاولوا ما امكن انكم الا حمرتوه تحمروه في الدار. اللي غتقول لي كون درتي الفرينه اولا درتي دقيق الشعير ولا دقيق القمح، انا البنات راه ما مصايباش لداري، راه مصايباه كوموند للناس. يعني الناس هما اللي طالبين هاد السلو هذا، ماشي كما كتكوني انت باغا ديري شي حاجه صحيه لدارك فهادك حاجه اخرى. الفيديو اللي قلت لكم غتلقاوه في صندوق الوصف اولا غتلقاوه في المنتدى راه فيه كيفاش حمرت الطحين، كيفاش حمرت الزنجلان، وكيفاش حمرت اللوز في الفران بلا زيت. يعني درت فيه غير معلقه زيت دهنته كامل ودخلته للفران. هنا كيف ما شفتوا في الاول في السطل درت 3 كيلو ونص ديال الفورس محمر، ودرت 3 كيلو ديال اللوز، وغادي نزيد عليها 2 كيلو ونص ديال الزنجلان. في المقادير انا عندي 3 كيلو ونص ديال اللوز و3 كيلو ونص ديال الزنجلان. خليت واحد العبار ديال نص كيلو ديال اللوز باش غادي نزيدو مهرمش، وخليت كيلو ديال الزنجلان بلدي ماشي الرومي، البلدي البنات راه داير 60 درهم ولكن راه زوين نقي. يعني الا عرفتوه على من تقداو راه غتاخدوه زوين. كيف ما قلت لكم خلطت العناصر كاملين هنا في هذا السطل. 3 كيلو ونص ديال الفورس، درت 3 كيلو ديال اللوز و2 كيلو ونص ديال الزنجلان، خلطتهم في هذا البانيو. خليت نص كيلو ديال اللوز محمر وخليت كيلو ديال الزنجلان حتى هو محمر. هادو غادي نزيدهم في الاخر. هنا البنات اللي بغات تنقص الخدمه على راسها، انا مثلا هنا في البانيو درت غير الفورس والزنجلان واللوز، وغادي نزيد المسكه الحره لان هي اللي صعيبه في الطحين. تقدروا هذوك المقادير اللي غادي تشوفوني زدتهم في الاخير تزيدوهم دابا، يعني النافع، حبه حلاوه، القرفه، الملحه، العسل، الزبده، سكر كلاصي. تقدروا هذا الشيء كامل تزيدوه عاد تديوه طحنوه. انا هنا البنات زربت عليه في الصباح جمعته، لانني كنلقى الدري اللي كنطحن عنده كيكون خاوي في الصباح، ماشي الضغط ديال العشيه، كيكون كلشي باغي يطحن وسلو كل واحد اشنو داير فيه. فكتخافي تبقى شي حاجه في الماكينه وسلو يشم الريحه ولا. فكنمشي عند الدري لانني كنتقدى عليهم وكنطحن عندهم اللوز، يعني كنتعامل معاهم بزاف وتا الدراري الله يعمرها دار. فكنمشي نطلب الدري الصباح كيغسل لي الماكينه عاد كنطحن فيه سلو. يعني انا ضامنه انني طاحناه في حاجه نقيه. صافي من كنديه كنطحنو عاد كنجي نكمل الخدمه اللي غادي تشوفوا ان شاء الله هنا في لا فيديو. لانني حطيت التصويره البارح في المنتدى وبزاف ديال البنات قالوا لي راه من اللون ديالو باين كيشهي. شوفوا البنات غير تحترموا
الوقت ديال التحمار ديال الفورص، والتحمار ديال الزنجلان باش ما يعطيكمش واحد المروره في سلو، والتحمار ديال اللوز. انا اللوز راه كنفسخو كامل وكنديرو في لاطه، كندهنو بواحد المعلقه ديال الزيت وكندخلو الفران على عافيه مهيله، وكنبقى مره نحرك فيه حتى كيطيب كله. ما فيش حتى شي، ما فيش يعني ديك الضياعه ديال اننا غادي نضيعوا الزيت بزاف. هنا كما شفتوا من جمعت المقادير كاملين درتهم هنا في البانيو، واخا البانيو كبير ولكن كيمحني. خلطتهم مزيان الفورس والزنجلان واللوز. غادي نرجعهم للسطل، عاد غنديهم باش نطحنهم عند العطار، لانني هنا كنقص عليا بزاف، لانني عندي كونتيتي كبيره تقريبا 10 كيلو ونص، فغادا حتى 11 كيلو، فضروري خاصها الخدمه بزاف. فداكشي باش كنقص عليا كندي هادشي نطحنو كيتعلك مزيان، عاد كنرجع للدار كنزيد داكشي اللي باغا نزيدو. كما قلت لكم تقدروا داكشي اللي شفتوني غادي نزيدو هنا في هاد لا فيديو ديروه قبل وتديوه عاد طحنوه. هنا كما شفتوا نسيت المسكه الحره، حتى جيت خارجه لابسه جلابيتي عاد رجعت زدتها، زدت جوج ديال دوك لي تيوب ديال المسكه الحره. هنا صافي مشيت وطحنته. ها نتوما كيفاش كيجي معلك واللون ديال السلو هنا غير حيت راه عندي السرجم اون فاس مع الكاميرا، داكشي باش راه كيبان اللوانات كيبانوا غامقين حيت ضارب الشعاع ديال الشمس. صافي هنايا خويته في البانيو. هو هذا السلو ديالي جا معلك، ولكن كاين اللي كيبغي يخليه بحال هكا، ولكن راه من كيبقى يعني الا ما زدتوش عاودتو خدمتوه فاش كيبقى راه كينشف، كيبقى يبان لك من الفوق راه معلك، ولكن فاش كتدخلي لداخل كتلقايه بحال الا تحجر. هنا غادي نزيد داك كيلو ديال الزنجلان وهذاك نص كيلو ديال اللوز، طحنته مزيان في الروبو وخليت غير ديك الزلافه اللي شفتو محطوطه فوق الطابله ديال اللوز صاين. هنا غادي نزيد 2 معالق كبار عامرين ديال حبه حلاوه، و3 ديال المعالق كبار عامرين ديال النافع. ما تدوزوش هذا القياس، ما نبقاوش نقولوا لا باش يجي بنين خاصنا نكثروا النافع، راه يكذب عليكم الكاذب. هنا 2 معالق ديال القرفه كبيره عامره، قرفه تكون مطحونه جديده. حاولوا ما امكن الا بغيتو كي الشباكيه كيسلو يجيكم بنين، حاولوا ما امكن يكون كلشي مطحون جديد. النافع حبه حلاوه والقرفه، النافع وحبه حلاوه راه شاركتهم معكم من تنقاو وتغسلوا وتطحنوا وقديتهم في بواطات ودرتهم في الفريغو. هنايا خديت كوزه كامله حكيتها في هذيك الحكاكه وغادي ندوز كلشي في الغربال. راكو شفتوا شنو كيبقى في الغربال، يعني هذاك الشيء راه ما يصالحش اننا نديروه كامل في السلو. صافي غربلتهم وغادي نزيد كيلو لاروب ديال السكر كلاصي. فهاد الكميه ديال 11 كيلو جاتني درت غير كيلو لاروب ديال السكر كلاصي، ما كثرش الحلاوه بزاف الله يجعل شي بركه. وهذا عاد مازال السكر كلاصي سبيسيال، السكر كلاصي سبيسيال ما كيكونش حلو بزاف. وغادي نزيد زمزامي، راه هاد الحك هذا اللي حدايا فيه كيلو غادي ندير نص ديالو، نص كيلو. تقدروا انا كنخدم بهذاك النصر حتى هو زوين. دابا راه رجع حسن الزمزامي. زمزامي مذاقو شويه مجهد وفيه واحد المذاق بحال المروره، والدري اللي ما فنتقد عليه ما لقيتش عنده العسل الاخر ما بقاش، فصافي خدمت بالزمزامي حتى هو زوين. الملحه كما شفتوا انا راه درت واحد المعلقه كبيره، ما تكونش عامره بزاف. حاولوا انكم ديروا الملحه باش يجي السلو ديالكم بنين يجيش باسل. ايوا هنايا كنت مذوبه الزبده نوازيط، طيبتها مزيان، تحيدت من هذاك الحليب، يعني اي حاجه سائله اللي غادي تخلي السلو ديالي من على المده يغمال او لا يجي له يولي المذاق ديالو غاوي، حيدتها. طيبت الزبده على نار مهيله كما شفتوا صافي، وخديت منها 2 كيسان. هنا كما تشوفوا في هاد 11 كيلو كامله زدت 2 كيسان، ولكن راه ما صورتش الفيديو كله، راه دلكت وقسمته على 2 بانيوات وعاودت دلكتو عاوتاني كامل مزيان. عاد خليته استراح ووليت عاوتاني عاودت له الدليك من جديد، بقيت كندلك حتى طلق ديك الزيت ديالو. هنا راه والله القسم الا هاد النهار كتافي طاحوا، لان نتوما عارفين الشباكيه فيها العذاب ديال العجينه، وملي كتعجني واحد الكونتيتي ديال مثلا 4 كيلو 5 كيلو شويه قاصحه وزيديها سلو، فولي عنده العجانه يقدر يعاون بالعجانه يبقى يدير شويه بشويه تيتعلك. صافي بقيت غدا بحال هكا حتى وصلت لهداك القوام المطلوب ودلكته. كما قلت لكم راه حاولوا ما امكن تيتجانسوا المذاقات كاملين، ماشي غير نخلطوه ونحيدوه، راه خاصو يتدلك. يعني اللي ما قادش ضروري خاص العوين باش يتدلك مزيان هاد السلو. صافي بقيت غادا بحال هكا توصلت لهداك الشيء اللي انا باغاه، وغادي نوريكم الشكل ديالو في الاخر ديالو كيفاش جا وكيفاش جا معلك وجا بنين 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 بنين. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الحلاوه اكثر يقدروا يزيدوا سكر كلاصي.
اما هذا القياس هذا ديال 10 كيلو ونص اولا 11 كيلو ديال السلو، فكيلو الا ربع ديال السكر كلاصي الله يجعل شي بركه راه كافيه وكيجي بنين باش تبقاو تتبنوا اللوز الزنجلان يعني مذاق ديال السلو. ما نبقاوش نكثروا الحلاوه لا في البريوات ولا في السلو، حاولوا ما امكن تنقصوا من الحلاوه. هنا البنات من بعد ما شفتوني قسمتو في جوج ديال البانيوات ودلكتو تطلق الزيت مزيان، والله القسم الا خليتو استراح واحد الساعه وعاود رجعت دلكتو كما قلت لكم. اللي عندها العجانه تعاون بالعجانه. صافي هنايا من بعد ما ساليت هنا راه جمعته كامل هنايا في هذا البانيو كما شفتوا جا معلك وجا طالق الزيت ديالو بجوج كيسان ديال الزبده وهما اللي زدت. غير هي كما كنوصيكم دائما الزبده طيبوها مزيان على نار مهيله وما تحرقوهاش تتولي نوازيط وما يبقاش فيها لا حليب لا حتى شي حاجه، ما يبقاش فيها السوائل عاد نزيدوها. صافي هنايا زدت هذاك اللوز اللي كنت خليته صاين حتى الاخر، غادي نعاود ندخلو في هذا السلو وصافي وغادي نقسمو على لي كوموند اللي عندي. كل واحد غادي ندير له القياس اللي طالب مني باش ان شاء الله عاوتاني نبدا في الشباكيه، لانني ما كنبغيش كل نهار نخدم حاجه. كنبغي مثلا واحد اليومين ولا 3 ايام نخدمها شباكيه وعاوتاني واحد اليومين 3 ايام كنحيد فيها مثلا كونتيتي كبيره ديال السلو، وعاوتاني كندير يومين 3 ايام البشنيخه. كنبقى غادا بحال هكا باش ما نترونش في الخدمه، كل حاجه ووقتها وكل حاجه والطريقه ديال الخدمه ديالها. وكما كنقول لكم دائما النظام هو اللي غادي يعاونكم، ما نبقاوش كل حاجه نخدموها في جهه. وسلو اعتمدوه بهذه الطريقه راه كيجي خطير وكيجي معلك وراه من الوين ديالو باين. كما قلت لكم مثلا هاد المقادير الا كنتو باغيين يخرجوا لكم اكثر وانتوما كتفضلوا ديروا كاوكاو تقدروا تزيدوا واحد 3 كيلو ديال الكاوكاو بلدي، حمروه على خاطرو وحيدوا له القشره ديالو. هنا غادي يكون لا فيديو ديالي وصل النهايه ديالو. اللي عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي واحد لايك وبارطاجيوه مع العائله والاصحاب. ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده وطريقه جديده ان شاء الله. غالبا غنحاول نشارك معكم بريوات بالكاوكاو لانني عندي كوموند فيهم، غنحاول انني نشاركهم معكم. باقي الوقت تقريبا راه باقي واحد 10 ايام او 9 ايام لرمضان، فكل مره نوجدوا حاجه والواحد ما يكثرش راه رمضان باش ما عطى الله يدوز وكل نهار ورزقه. يلا البنات غادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، كنبغيكم بزاف بزاف، مع السلامه وفيديو اخر ان شاء الله.